السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. وانتم تشوفوا هذا الفيديو هذا ديال اليوم. فاليوم غادي نعطيكم واحد النهار كيفاش دوزتو، يعني النهار تاع الريجيم كيفاش دوزتو والاكلات اللي درت. المهم ها هما باينين من الصوره، ولكن غادي نحاول انني نعطيكم الطريقه كيفاش، وما تكثروش من الماكله. غادي نحاول نعطيكم البنات هكايا كيفاش نقصت انايا اكثر من 20 كيلو في واحد المده الصراحه اللي 3 شهور. انا كنت قلتها لكم بالنسبه للفطور. انا بديته الفطور تتشرب يا اختي واحد 2 كيسان تاع الماء يكونوا دافيين معاهم الحامض. ها هو الفطور تتشوفوه، كاين البيض، كاين الفلفله، كاين الفريز، كاين الخيار، كاين شويه تاع الخبز كومبلي، كاين الفرماج، كاين المهم هاد الفيتامينات راه الجسم محتاجهم. هذيك الصال هيمالايا البنات حاولوا ديروها، ما ديروش هذيك الملحه الاخرى. والماء حاولوا تشربوا الماء بزاف. المهم ما بين الغداء والعشاء غادي نعطيكم هنايا ها اشنو درت في العشاء. بالنسبه للعشاء درت واحد الطاوه ديال الحوت هكايا ها في الفران، طاوه اللي زوينه. شوفوا البنات هاد البطاطا هذه راه غادي ناكل منها واحد المورسو، راه حنايا 4 تاع الناس. هاد اللاطه هذه تاع الفران اللي غادي ناكلو. المهم بالنسبه للاطه راه كلشي تيعرفها. راه المهم ديري الخضره اللي بغيتي، حاولي تفادي غير بطاطا الحلوه، حاولي هادو تفاديهم وديري الخضره اللي بغيتي واللي تحب خاطرك. هنا درت واحد الدوراده، درت معاها لقامه. المهم شويه تاع الحامض وهذا صافي. وغادي ندخل هاد اللاطه تاع الفران، غادي ندخلها للفران. شويه تاع الملح حتى هي ما ننساهاش. وبالصحه والراحه هذا هو البنات العشاء. يعني ما بين تغديت بهذاك الشيء اللي تشوفوا، العشاء هو هذا. العشاء البنات غادي نحبسوا مع 7. اكثر وقت باش تحبسي الماكله هو 8، يعني ما تفوتيش 8 وما بين 7 و 8 بحال هكاها صافي. وحاولي انك تشربي الماء بزاف. والله البنات وتبعتوا هذا الريجيم اقسم بالله في ديك 4 ايام الاولى غادي تحيدي 4 كيلو. علاش 4 كيلو؟ هذوك 4 كيلو ديال السوائل اللي تكون عندنا في الجسم والماء اللي تيكون عندنا في الجسم، ومن بعد غادي تبقاي تحيدي البوا ديالك العادي. ولكن البنات ضروري راه ما تسمعوش شي ريجيم وتقولوا هذا الريجيم هذا راه خايب، هذا الريجيم هذا لا راه ما غنديروش ما نقدرش عليه. لا بالعكس البنات، راه كيف ما قدرت عليه انا راه بزاف ديال الريجيمات تبعته والو، ولكن لقيت راحتي على هذا الريجيم تاع الصيام المتقطع. راه ريجيم بدون حرمان، راه ماشي تقولي لا ما غناكلش لا البنات كولي. ولكن عارفين الكميه كيفاش ديري ليها. شوفوا هنايا انا عطيتكم هذه باش تنقرص هاد التخليطه هذه ديال الزريعه وديال الشيه وديال كل شيء. البنات هذه واعره راه كاينه في ميركادونا، حاولوا انكم تشريوها. المهم هنايا ها جيت درت لكم هذا الفيديو هذا صافي. يعني هنا زق الفيديو انا دوزت لكم البنات كيفاش داز النهار ديالي. ولكن ضروري من التمشيه، ضروري من لامارش، ضروري من الحركات في الدار، ضروري البنات باش تنقصي مزيان. راهي لا الماكله بوحدها ما كافياش. هنا البنات وريت لكم هذا الحامض اولا السيترون اولا القارص، حاولوا تشربوه في الصباح مني تفيقوا. يلا كي تفيقوا ديروا هذاك الكاس ديالكم ديال الماء يكون دافي بحال هكاك. ماشي كاس، 2 كيسان بحال هادو يعني كبار على ديال العنبه. واحد نص لتر ديال الماء غادي تشربيه، وغادي تعصري فيها اختي هاد القارص اولا الحامض السيترون. هما حنا تنقولوا ليه السيترون. عصر فيها اختي السيترون وشربيه. وشربي القهوه، يعني قهوه معصره ولا القهوه العاديه، كاين ما تكونش بالحليب بدون سكر. هاد 2 مكونات، يعني ما يكونش الحليب حيت الا شربتي الحليب غادي تديري هذاك الصيام ديالك. يعني الجسم ما غاديش يستافد وما غاديش يحرق الدهون. صافي غتحاولي اختي تشربي هاد الماء وغتخرجي تمشاي ولا تديري تجمعي الدار. لما كانش عندك اختي الشقه جبدي الشقه، ديري اختي الحركات في الدار، خرجي لعندك، سيري لهذا، سيري لاصال، خرجي تمشي. واش تتمشي البنات على الاقل ما عندكش فلوس لاصال راه عندك اختي تمشي، خرج تمشى. واخا لا غتقولي لي تمشي لا، واخا حنا حتى لهنا متفقين ما تمشيش، ولكن ديري حركات في الدار. واحد ساعه قل 10 دقائق 50 دقيقه 40 دقيقه ما تنزليش عليها كل نهار يوميا. واحسن وقت باش دير الرياضه بالنسبه لي انا، حيت هذا الوقت هذا تيحرق اكثر الدهون
وانا جربته واعر. قبل الماكله ديالك ديال الفطور مثلا، ديال الفطور غادي ديريه مع 12 وغادي تبداي الحركات اختي ديريهم مع 11. ل 11 بداي الحركات حتى ل 11 و40 دقيقه، ل 11 و50 دقيقه تديري في الحركات. والله البنات اقسم بالله اي تتنقصي الوزن، الا ما نقصتيش الوزن ها وجهي ها وجهك. انا هذا هو النظام اللي كنت متبعه بحال هكا. انا عطيتكم داكشي اللي انا مريت منه، اللي دزت منه، اللي طيحت منه كيلوات. الحمد لله انا فرحانه براسي، واللي شافني تيقول لي لا ما يمكنش امال عطينا الطريقه كيفاش درتي لهذا الشيء. واو والله يا اختي ما نكذب عليكم، غير هاد الطريقه هذه اللي درت الصيام المتقطع بوجبتين، وما بين الوجبه والوجبه ما تناكلش نهائيا. الا ما كانش اختي عندك ما تمشيش اختي لاصال وديري حركات في الدار فقط، راهم كافيين بالنسبه اللي بغات دير الحركات. والله البنات راه هذا الصيام المتقطع زوين. وزياده نقول لكم اقسم بالله الا كانت عندي الغده الدرقيه ومني درت هذا الريجيم هذا ورجعت درت التحاليل